السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة جاي لكم باول تفريزات رمضان 2023. ان شاء الله هنعمل مع بعض البسلة بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا وهتعجبكم قوي وهتفضل من السنة للسنة. طعمها ولونها مش هيتغير ابدا. تعالوا نشوف التكات والطريقة وهقول لكم نعملها ازاي مع بعض. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هنا انت حسب الكميه اللي انت جايباها، انا هنا جايبه كميه 5 كيلو. تمام. عليهم قد ايه جزر؟ عليهم 3 كيلو جزر. تمام. طبعا عشان وقت الفيديو ما يطولش معايا انا جبت البسله قشرتها. تمام. وعملتها زي ما انتوا فصصتها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وهنا جزر 3 كيلو برضو قشرته وغسلته وقطعته مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وغسلتها 3 مرات عشان بتبقى فيه قشور كده بتطلع على الوش كده، حاجات تانية بتطلع على الوش، فلازم اغسلها كذا مرة. تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ تعالوا هوريكم هنعمل ايه مع بعض. انا هنا جبت حلة حطيت فيها مية، والمية بدأت تنمل كده تنميلة بسيطة. ودي يعني سخنت. تمام. ونملت. تمام. حطيت هنا معلقتين سكر كبار، وهبتدي بعد ما غسلت البسلة بتاعتي هاخدها واحطها في المية دي. تمام. تمام. انا نزلت بالبسلة بتاعتي وهنا معايا ليمونة اهي، ليمونتين هبتدي اعصرهم بسرعة جدا على البسلة اول ما حطيتها في المية السخنة. وتعالوا نشوف مع بعض. انا اهو عصرت الليمون. تمام. عصرت الليمونتين وهسيبها شويه كده بمقدار 5 دقايق وهشيلها. تمام. خليكم معايا تاني. حطيت البسله والجزر، بعد ما الميه غليت حطيت معلقتين سكر. تمام. وحطيت البسله والجزر. تمام. ووطيتها على النار. تمام. ورحت حاطه البسله والجزر وبعد كده عليت النار تاني وسبتها لمده 5 دقايق لحد ما الميه بدات من على الحرف كده تعمل تبقلل كده وتفور وتعمل رغاوي، وهحس ان هي خلاص الميه هتفور مني وهتنزل على البوتاجاز. انا بدي المعلومه دي بس للناس اللي مش عارفه يعني ايه تفور، او ان هي ايه تعمل بالون تبقلل كده من على الحروف. تمام. الميه ومن النص كده، وسبتها لمده 5 دقايق. اول ما عملت كده رحت طافيه عليها. تمام. وانا حطاها كنت بقلب من فوق لتحت. اهم حاجه في البسله والجزر لما تيجي تعمليهم تسيبيهم كده تقلبي كده من فوق لتحت اول ما تحطيها. تمام. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ دلوقتي هحطها في المصفى وهنزل عليها بميه ساقعه. احنا طبعا في الشتاء فالميه نازله من الحنفيه ساقعه جدا. لو هتعملي الكلام ده في الصيف هتجيبي الميه وهتجيبي مثلا تلج وهتحطي التلج جوه الميه وتنزلي عليها بالخضار بتاعك اللي هي البسله والجزر، وتنزلي من الميه السخنه ديت اللي انت حطاها تنزلي في ميه ساقعه بتلج. تمام. بس انا دلوقتي هحطها في ميه عادي من الحنفيه. تمام. واسيبها بقى في المية دي شوية وبعد كده هسيبها تتصفى وهرجع ليكم تاني بعد ما نعبيها. زي ما انتم شايفين بعد ما نزلت عليها بالمية الساقعة وغسلتها كويس حطيت عليها المية من الحنفية، نزلت عليها خدتها من الحلة، نزلت عليها بالمية الساقعة من الحنفية، حطيتها في المصفى كمية عشان كبيرة اسمها في المصفتين زي ما انتم شايفين كده اهو. سايباها تتصفى اهي، والجزء التاني اهو برضو سايباه يتصفى. ومش هعبيها في الاكياس ولا احطها في الاكياس الا لما الاقيها بردت خالص وسقعت خالص اقوم معبياها في الاكياس. فخليكم معايا عشان تشوفوا كل حاجة معايا. ونشوفها هنعبيها مع بعض. هنحط في الكيس على قد الكمية بتاعتنا. مجرد كمية يعني ممكن تقضيك يومين اكلة، انت فاهمة ازاي؟ فهنسيبها كده لحد ما تبرد خالص وتهدى خالص وتسقع، وهرجع معاكم نعبيها في الاكياس. خليكم معايا ما تروحوش في اي. انا عملتها معاكم وحطيناها تحت الحنفية، نزلت عليها المية من الحنفية مية ساقعة عشان كانت سخنة، طلعتها من الحلة سخنة فلازم انزل عليها بمية ساقعة. مية بتلج احطها فيها يا اما مية من الحنفية. فانا حطيت عليها مية من الحنفية وشطفتها كده وحطيتها في المصفى وسبتها تتصفى لحد ما بردت خالص وبقت ساقعة معايا خالص اهيت. تمام. هبتدي دلوقتي اعبيها معايا في الكيس. هوريكم اول كيس هعمله ازاي وبعد كده هكمل معاكم بقيه البسله. تمام. خليكم معايا وما تروحوش في اي حته. عملت معاكم اهو كيس. تمام. اهو
ادي مقدار الكيس بتاعي زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا بمقدار، هقول لكم مقدار سلطانية، طبق صغير. تمام. ادينا عملت الكيس تمام على قد الاكله بتاعتي. تمام، على قد الاكله بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده معايا. بصوا اهي. هبتدي اعمل ايه بقى، هوريكم دلوقتي. هبتدي الف الكيس كده. تمام اهو. تمام، هعمله وهرجع لكم. بصوا اديني لفيته اهو. تمام، وهبتدي الزقه بلزق من هنا كده. تمام، هلزقه واخلص الكميه كلها زي ما انتوا شايفين معايا وايه، وهرجع لكم. تمام، هعمل الكميه كلها كده خلاص. هخلصها بقى واخلص الكميه بتاعتي وهرجع لكم وهوريها لكم في الاخر. خلاص خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. انتوا شايفين معايا انا خلصت اهو الكميه كلها. عبيتها في الاكياس بعد ما بردت. حطيت في كل كيس يعني على قد المقدار بتاعي طبق ونص من السلطانية الصغيرة. تمام. عملوا معايا 11 كيس. تمام، يعني اهو واهو، وفي تحت تاني اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام، عملوا معايا 11 كيس، ال5 كيلو و3 كيلو جزر. رموا معايا 11 كيس، كمية جميلة جدا، حلو قوي. هتفضل معايا من السنة للسنة. الحقي هاتيها وخزنيها لانها سعرها بيرتفع. يعني انا سامعة سعرها النهاردة 25 جنيه. انا كنت جايباها ب16، وفي ناس بتبيعها ب17 و18 و20، فمش كل السعر موحد. فالايام دي حلوه قوي، البسله حلوه قوي جميله ومليانه. وانصحك تجيبي البسله الطويله، ما تجيبيش القصيره ديت او الرفيعه. لقيتي المليانه الطويله الحلوه دي بتبقى مسكره قوي. والجزر الايام دي حلو جدا، مسكر قوي قوي قوي. ونقي الجزريه الحمراء، ما تنقيش الجزريه الصفراء. تمام، لان الجزريه الحمراء بتبقى مسكره وجميله. آه، فده كان تفريزنا النهارده في البسله. هقول لكم على طريقتها من الاول. انا جبتها، جبت البسله الطويله مليانه كلها الصراحه، حلوه قوي، ما فيش ولا واحده فاضيه. ومسكره جدا. فصصتها. تمام. جبت على ال5 كيلو بسله 3 كيلو جزر. الجزر برضو حلو قوي الايام ديت. الحقيقه هاتي الكميه اللي انت عايزاها برضو. واعملي منها، فرزي منها البرتقال وفرزي منها البسله. حلو جدا برضو، بيتباع كيلو ونص، فاهمة؟ وفي ناس بتبيعه ب8 جنيه، فسعره حلو قوي. جبت 5 كيلو بسلة على 3 كيلو جزر. فصصتها كويس وقطعت الجزر بتاعي مكعبات، قشرته وغسلته كويس وبعد كده قطعته مكعبات. وبعد كده بعد ما خلصتهم شطفت البسلة. تمام. مرة واتنين وتلاتة عشان بتبقى في قشرة فيها، في رواسب كده بتطلع على الوش كده، بنشيلها زي نظام قشور صغننه كده، ما بناخدش بالنا منها واحنا بنفصص. تمام. بعد ما غسلتهم وسبت الجزر وسبت البسله، رحت حاطه حله فيها ميه. تمام، اول ما بدات تنمل معايا الميه نزلت فيها بمعلقتين سكر. تمام، وقلبتهم كده كويس جدا في الميه. وبعد كده اول ما بدات بقى خلاص تنمل خالص، رحت نازله بالبسله بتاعتي والجزر. واول ما نزلت عليهم بالبسله والجزر في الميه السخنه بتاعتي بعد ما حطيت السكر، نزلت بليمونتين عصرتهم عليها وقلبتهم كويس جدا. وبقيت اقلب من فوق لتحت واجيب من فوق لتحت ومن تحت لفوق لمده 5 دقايق، لحد ما الميه بدأت من الجناب تنمل كده وتبقلل كده بقليل صغننه. ومن النص كمان رحت طافيه عليها، يعني تحس ان هي هتبتدي تفور الميه وتغلي، اطفي عليها وسيبي البسله تقومي واخداها بسرعه تحت ميه من الحنفيه، او تكوني انتي مجهزه ميه بتلج. تمام، وتنزلي بالبسله عليها. لازم تنزل في ميه ساقعه، يا اما من الحنفيه يا اما طبق فيه ميه بتلج من الفريزر. تمام، وتحطي الميه، تحطي البسله والجزر بتاعك. تمام، وبعد ما تحطيها تقومي شايلاها في مصفى وتسيبيها تصفي وتبرد خالص تماما، تقومي معبيها في الاكياس. تمام. انت لو ما عندكيش الميه وما عندكيش تلج، طبعا متوفر عندك التلج في الفريزر، حطيها تحت الميه على طول في الحنفيه. اغسليها كويس جدا
كلها قلبيها من تحت لفوق عشان بتبقى سخنه، فبسرعه بسرعه قلبيها كويس جدا وحطيها في المصفى. تصفي الميه بتاعتها وتسيبها تسقع خالص وتبرد خالص، وتقومي انت معبيها في كاس زي كده، وابدأي رصيها في الفريزر عندك. وقت ما تحتاجيها تطلعيها في رمضان، حد جايلك سواء في رمضان او غير رمضان، طول السنه هتلاقيها عندك، هتطلعي منها وتعمليها، وبيبقى طعمها جميل جدا ولذيذ جدا حلو قوي. ساعات ما بتبقاش موجودة في السوق وبنبقى مشتاقين للبسلة، فهنلاقيها عندنا موجودة. ضيف يجيلك هتطلعي تعملي الحاجة، بتبقى جاهزة معاكي بمعنى أصح. فاهمين؟ فده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه وقدرت أفيدكم بمعلومة استفدتوا منها من الفيديو. وان شاء الله انتظروا مني فيديوهات جايه ان شاء الله. الفتره اللي جايه دي انا بعتذر منكم ان انا كنت مقصره معاكم الشهرين اللي فاتوا، بس انا زعلانه منكم عشان المشاهدات واقعه. فبتمنى منكم ان انتوا ترفعوا قناتي ونوصل 3000 مشترك والمشاهدات تعلى. صدقوني والله يعني انا هنجح بيكو والمشاهدات هتعلى بيكو، يا احلى ناس واجمل ناس في الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله انتظروا فيديوهات تفريزات رمضان ان شاء الله. الفترة اللي جاية في حاجات هتنزل لكم تاني باذن الله، وخليها مفاجأة ليكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لي مشاهدة ولايك والاعلان. واشوفكم على خير واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.